تصريح لا يصدق من مدرب باتشوكا المكسيكي يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوزه بركلات الجزاء. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز باتشوكا المكسيكي على النادي الأهلي بركلات الجزاء في المباراة التي كانت قريبة جدا من فوز النادي الأهلي، فقد صرح مدرب باتشيكو المكسيكي وأدلى بتصريحات مباشرة بعد هذه المباراة وقال: أنا كنت أعلم جيدا أن هذه المباراة ستكون صعبة للغاية أمام الأهلي المصري، فلقد حذرني خفير أجيري المدرب المكسيكي الشهير ومدرب منتخب مصر السابق من خطورة النادي الأهلي، وقال لي أن الأهلي لديه شخصية البطل وسيلعب أمامكم على الفوز، وهذا ما حدث بالفعل في هذه المباراة. فالأهلي كان قريبا جدا من الفوز، وخاصة بعد أن أهدرنا ركلتي جزاء في بداية ركلات الترجيح، وقلت لنفسي من المستحيل أن نفوز على النادي الأهلي، ولكن هذه كرة القدم. تفاجأت من أن لاعبي من النادي الأهلي أضاعوا ركلتين وأعادونا إلى المباراة مرة ثانية. فالأهلي خصم لا يستهان به أبدا على الإطلاق، وكانوا أقوياء دفاعيا وهجوميا ولديهم شراسة كروية مثل أندية أمريكا اللاتينية، وأعتقد أن الأهلي سيكون خصما ليس سهلا أبدا في كأس العالم للأندية، وأنا أعلم أن مباراتهم في افتتاح كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة أمام انتر ميامي الأمريكي، ولم أندهش أبدا أن يفوز النادي الأهلي على فريق ميسي والتأهل إلى الدور الثاني. فنحن واجهنا العديد من الأندية الإفريقية في كأس العالم للأندية من قبل، ولم أواجه نادي بحجم النادي الأهلي صراحة. فأقول للاعبي النادي الأهلي: ارفعوا رؤوسكم، أنتم لعبتم مباراة جيدة وكنتم قريبين للفوز، ولكن هذه كرة القدم. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.